هو كده اذا كان عاجبك بقى. انا بحترم نفسي. لا لا لا، انت هتمد ايدك ولا ايه؟ بقول لك ايه، ما تخليش امد ايدي عليك. انت شايف اصلا. اه يا عم الحلو اللي هتصدر امبارح على القهوه تعالى كده. جرى ايه في ايه الصبح على الصبح يا عم؟ قول صباح الخير. لا بص بقى خير الاستثمار بتاع امبارح كان حلو وضحك الناس امبارح وكان فشتك عايمه. وانت يعني لما تقعد تتريق عليا وتقول لي يا شواف ومش شواف والكلام ده كله، وانزل بالورقه وانزل مش عارف ايه. ماشي، ما هو انت اللي عملت كده. عملت كده في ايه؟ خليتني اقول لك كده. هو كده اذا كان عاجبك انا بقى. كده بحترم نفسي. لا لا لا، انت هتمد ايدك ولا ايه؟ بقول لك ايه، ما تخليش امد ايدي عليك. انت شايف اصلا. بشوف برضو بتتريق ازاي. شوف الطريقه ازاي ده بقى كده انا هعلمك. بقول لك ايه، ما تلم نفسك امال. ايه ده طب اوعى. طب مش هوعى، ما انا قلت لك لم نفسك، ما سمعتش الكلام. فينا من كده. ها تعالى بقى، تعالى بقى معايا. ها ينفع يعني؟ ينفع، ما ينفعش ليه؟ ده احنا حتى اصحاب. دلوقتي اصحاب. الله. اوعى بس. الغرض من الفيديوهات دي ان احنا نخلي الشخص الكفيف عنده ثقه بنفسه ويعرف يتصرف. تعالوا بقى نشوف في موقف النهارده هيعرف يتصرف ازاي. انا مين عادل، مدرب دفاع عن النفس. تعالى بقى اقول لك لو حد مسكك بالطريقه دي وانت مش شايفه تتصرف معاه ازاي. كنا خدنا قبل كده حل ان انت بتحط ايدك عليه بالطريقه دي وتلف الايد الثانيه وتمسك الساعد وتعصره ناحيه توكه الحزام. دي خدناها لو انت شايفه. طب تعالى بقى نجرب لو انا مش شايفه اقدر اعملها ولا لا. اهو وانا ممسوك بالشكل ده، ايدي اتحطت على كف ايده اللي انا حاسس بيه وهو ماسكني بالشكل ده، وبعد كده لفيت، بعد كده مسكت الساعد عصرته بالطريقه دي. هي برضو ممكن تيجي وانت برضو مش شايفه. كل الفكره ايه؟ كل الفكره ان انت احساسك بالمسكه هي اللي بتخليك تمشي وتوصل لنقطه الضعف وتعرف تسيطر عليه بيها. وانا هو مش شايفه ودخل مسك، مجرد ما انا مسكت القبضه بالطريقه دي، لفيت ايدي راحت ناحيه وشه، بعد كده لفيت كف ايدي، بعد كده نزلت على الساعد عصرت لتحت. كل الفكره هو ليه بينزل معاك؟ لان انت هنا المفصل ده هيتكسر عنده، مفصل المعصم. فلو انت عملتها بشكل سريع وهو ما لحقش ينزل فهيتكسر، تعمل له كسر في مفصل المعصم. اخر مره هو جاي ماسكني كده اهو، بيشدني ناحيته، بمسك دي بلف كده واعصر ناحيه توكه الحزام. كل الفكره ان انت بتعلي حاسه اللمس عندك، مش شرط للشخص الكفيف او الضرير، ولكن حتى لو انت حصل عندك اي مشكله في الرؤيه، لو انت في مكان ضلمه واتمسكت بالطريقه دي، بتميز الايد اللي ماسكاك ازاي من شكل القبضه. يعني وانا ممسوك بالطريقه دي انا كده ميزت اهو من صابع الابهام والقبضه، انا ميزت ان انا كده ممسوك بالايه؟ بالايد العكسيه اللي هي بالشكل ده. عشان كده انا هلف واجي كده، بحط ايدي تانيه بلف بالشكل ده واعصر، يبقى انا كده كسرته. لو اتعملت بشكل اسرع شويه. اتمنى اكون قدرت افيدكم ولو معلومه بسيطه، وما تنسوش صور وكواليس الحلقه دي هتلاقوها على الانستجرام. بحترمكم جدا واقولكم دايما بالمزيد. اشوفكم على خير.